حاجة لو عملتها وأنت مدير، يا إما هتريحك أوي في الشغل وتمشّي شغلك حلو أوي، يا إما هتيجي في لقطة وتلبّسك في الحيطة. طيب إيه هي الحاجة دي؟ موضوع الdelegation أو إن أنت تدّي المهام بتاعتك لحد من الموظفين، مش بتدّيها له كلّها لكن بتدّي له جزء من مهامك، بتنقل له مسؤولياتك، بتدّي له مثلًا authority إن هو يروح يقعد في اجتماع بالنيابة عنك ويتكلم بالنيابة عن الteam، أو تدّي له authority إن هو ياخد قرار في حاجة ليها علاقة بالteam كنت المفروض تاخدها أنت وهو ياخدها، بالذات لو مع external clients أو مع ناس خارجية برّه الشركة. طيب ليه ممكن تنجّحك أوي وليه ممكن توقّعك أوي؟ لو اتعملت مع الشخص الصح ممكن تنجّحك وده بيزوّد الloyalty بتاع الشخص، إن الشخص بيبقى قريب منّك وبيحبك وبيشتغل معاك عشانك أنت وعشان بيحبك أنت. أمّا بقى لو اتعملت مع الشخص الغلط، فالشخص الغلط ده سيء جدًا وممكن يعمل بلاوي، بمعنى إيه؟ إن هو بيطلع برّه أولًا بيدوّر على مصلحته الشخصية، تبُص تلاقيه مثلًا بيروح يبيع أسرارك لclient مثلًا competitor أو لحد، أو يروح ياخد الclient بتاعك، أو يروح يضبّط نَفْسه هو في حتّة بسبب الdelegation دي، لإن هو مش الطبيعي إن هو يقعد في الاجتماع ده، فأنت بعتّه فيروح يعمل زي ما بيقولوا إيه، مقاولة، وللأسف يعني نوعية الناس دي موجودة هنا عندنا في مصر كتير، فخلّي بالك وأنت بتعمل delegation اعمل delegation للشخص الصح اللي أنت بتثق فيه أوي، عشان لو عملت للشخص التاني هتتأذي منّه وممكن ييجي لك منّه حاجة أنت مش عايز تشوفها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.